مساء بتوقيت أسمر المحلي. مشاهدينا في كل مكان، نشرة الأخبار نقدمها لكم من تلفزيون دولة إريتريا، نستهلها بالعناوين. فخامة الرئيس سياس أفورقي يستقبل رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد. وزارة الإعلام تقيم نشاطاتها السنوية وتبحث في خطط العمل الجديدة. جمعية مهنية الصحة العامة تعقد مؤتمرها الثاني. بوركينا فاسو ومالي والنيجر تنسحب رسميا من إكواس. تحطم طائرة الركاب بعد اصطدامها بمروحية عسكرية في واشنطن. وبوينغ تعلن عن أكبر خسائر سنوية في 4 أعوام. أهلا بكم. التقى فخامة الرئيس سياس أفورقي في قاعة دندن اليوم رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد، وأكد على أن مشاكل أفريقيا لن تحل إلا عبر الأفارقة بعيدا عن التدخلات الخارجية التي تسعى لنهب الموارد الأفريقية. تفاصيل اللقاء في التقرير التالي للزميل نصر الدين عبد الرحمن. استقبل الرئيس سياس أفورقي قبل ظهر اليوم الخميس بقاعة دندن، وأجرى محادثات مع رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي محمد الذي يزور البلاد. وقال رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي خلال الاجتماع الذي استمر لساعتين إن إفريقيا لم تتمكن من المضي قدما بسبب تحديات الأمن والاستقرار والضعف الداخلي والتدخلات الخارجية. وأوضح أيضا أن الاتحاد يجد صعوبة في الاعتماد على قدراته الذاتية بسبب تخلف الدول عن سداد مستحقاتها المالية. وأضاف أن الصراعات الداخلية وما بين الدول والأزمات والإرهاب وعدم الاهتمام بإفريقيا وقضاياها في المحافل الإقليمية والدولية من بين العوائق الرئيسية، مشيرا إلى أن مساهمة وتدخل إريتريا وقيادتها مفيد للغاية في مواجهة هذه التحديات. من جانبه أكد الرئيس سياس أن مشاكل إفريقيا يجب أن تحل عبر الأفارقة فقط، وأن التدخلات الخارجية تحت ستار مختلف الذرائع والتهافت لاستغلال الموارد الطبيعية لإفريقيا التي تمثل 60% من موارد العالم يزيد من تعقيد مشاكل القارة. وقال إنه لا تنمية ولا رخاء لإفريقيا بدون استتباب السلام والاستقرار، مضيفا أن الدول الإفريقية يجب أن تتبع عملية بناء الدولة القائمة على المواطنة، ومن ثم الانخراط في شراكات على المستوى الإقليمي لحل مشاكلها عبر الأفارقة فقط وبمواردها الخاصة. وقال إن الاتحاد الإفريقي يحتاج إلى إصلاحات هيكلية إذا كان يريد حل مشاكل القارة، وإن لجنة السلام والأمن ينبغي أن تعتمد فقط على القدرات الداخلية لإفريقيا. وفي تصريحات أدلى بها لوكالة الأنباء الإريترية، قال رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي محمد إنه تلقى رؤى مفيدة وبناءة بشأن حل مشاكل إفريقيا وتحدياتها في اجتماعه المثمر مع الرئيس سياس. أولا زيارة ودية للسيد الرئيس. أنا في آخر أيام ولايتي في الاتحاد الإفريقي، فجيت أسلم للسيد الرئيس، وانتهزت الفرصة لأتشاور معه فيما يجري في القارة. القارة تواجه تحديات جمة، خاصة فيما يخص الأمن والاستقرار. وصراحة لمدة ما يقارب ساعتين استمعت إلى آراء صراحة مفصل، معرفة عميقة للقارة وما تواجهه من تحديات، وأيضا اقتراحات مهمة جدا. ونحن نعد بعد أسبوعين للقمة، وفي هذه القمة لابد يكون انتخاب رئيس وأعضاء للمفوضية الاتحاد الأفريقي جدد، ولذلك أيضا تشاورت مع السيد الرئيس. صراحة الاجتماع كان مفيد لي شخصيا، وبالتأكيد مفيد للقارة. في إنجازات، هذا لا شك فيه، في إنجازات مهمة جدا في القارة، لكن التحديات أيضا كبيرة. فلذلك فلا بد من
أن تستعد القارة، أن يستعد القادة الأفارقة لأخذ مسؤولياتهم في هذه المرحلة الحساسة جدا. لنا تحديات جمة فيما يخص الأمن والاستقرار في القرن الإفريقي، في السودان، في جنوب السودان، في الساحل الإفريقي، في ليبيا، وحاليا في شرق الكونغو الديمقراطية، حرب مولعة. لذلك فعلينا أن نجتهد كمنظمات إقليمية وكمنظمة قارية وبدعم الجميع لنواجه هذه التحديات ونجد حلول سريعة، لأن ما في أي تنمية، ما في أي تقدم ما توصلنا إلى استقرار في هذه القارة. إريتريا دولة مؤسسة للاتحاد الإفريقي، والرئيس أفوركي له خبرة طويلة ومعروفة في هذه الأمور، وصراحة عندما استمعت له وعارف، وأنا قبل ذلك استمعت اليوم يعني تحليل واضح وجلي، وبالتأكيد هذا يساعد في حلحلة ما تواجهه القارة بإذن الله. هذا وحضر اللقاء وزير الخارجية السيد عثمان صالح. ومن المقرر أن ينتخب الاتحاد الإفريقي رئيسا جديدا للمفوضية خلال قمته العادية 38 التي ستنعقد في فبراير المقبل. ويشغل موسى فقي محمد منصب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي منذ مارس 2017. قيمت وزارة الإعلام اليوم 30 من يناير عملها السنوي لعام 2024 بالنظر إلى البرامج الكبيرة الموضوعة وبحثت برامج عام 2025. وأوضح وزير الإعلام السيد يماني جبر مسقال في التقرير الذي قدمه في الاجتماع الذي عقد بقاعة هاجر ميديا، أوضح أن الوزارة قامت بجهود واستثمار كبيرين لتنفيذ البرامج الإعلامية والفنية المخطط لها، مشيرا إلى تنفيذ برامج أغلب هذه البرامج. وقال إن أحد البرامج الأساسية كانت توسيع التغطية الإعلامية نوعيا، ولتحقيق ذلك أجريت المراجعة الآنية والتحسين في جميع وسائلنا الإعلامية في الإذاعة والصحافة والتلفزيون ووكالة الأنباء والتواصل الاجتماعي، مشددا على أن هذه المهام عامل ضروري للارتقاء بالبرامج الرامية للتوعية وتقديم معلومات حقيقية وهامة وآنية للمتلقي. وذكر بأن البرامج الكبيرة المنفذة في المجال الهندسي والفني كان لها دور كبير لتوسيع تغطية البث ووضوحه، ومكن ذلك من توصيل برامج الإذاعة والتلفزيون إلى جميع أنحاء العالم دون انقطاع من التسلح بالمعدات الحديثة الرقمية. وأشار الوزير يماني إلى أن العمل والاستثمار الكبير الذي جرى في تقانة المعلومات حقق تقدم وقوة لربط الأقاليم بالمقر الرئيسي بخطوط الاتصالات وحفظ وتوثيق المعلومات رقميا وربط شبكة أجهزة الحواسيب ونقل المعلومات المباشر على مستوى الوزارة وحفظ رقمي للجرائد والصور والفيديوهات في مركز التوثيق وتقوية أنشطة مواقع التواصل الاجتماعي. وأوضح بأن أنشطة وزارة الإعلام في مواقع التواصل الاجتماعي خاصة يوتيوب وتويتر وفيسبوك يحدث تطورا ملحوظا، ويسهم ذلك كثيرا في إيصال المعلومات عبر الإذاعة والتلفزيون للمواطنين في المهجر خاصة. وقال بالرغم من أن موقف الحكومة الإريترية تجنب الدخول إثر متاهات حملات التشويه والتضليل والكذب، فإن وزارة الإعلام تقوم عبر وسائلها الفاعلة بالرد على المعلومات الخاطئة وحملات التشويه الموجهة ضد إريتريا حسب المتطلبات، مشيرا إلى تدريب 88 عضوا في الداخل والخارج لتنفيذ فعل البرامج الموضوعة بكفاءة عالية. وذكر الدور الكبير للشركاء في إنجاح برامج وزارة الإعلام. وبحث الاجتماع خطة عمل عام 2025 المقدمة على مستوى الأقسام والفروع وتقديم آراء بناءة من الأعضاء. وأوضح الوزير يماني أن برامج عام 2025 ستشمل تحقيق كفاءة محتوى وسائل الإعلام وتوسيع بث محطة FM الإذاعية وتوسيع نشر الصحيفة وانتقال خدمات التلفزيون من العادي إلى الجودة العالية وتحديث استديوهات الإذاعة والتلفزيون وضمان الارتقاء بالتوثيق الرقمي. وشكر وزير الإعلام السيد يماني جبر مسقال الأعضاء العاملين دون كلل ولا ملل وأيام السبت والأحد والإجازات، داعيا لتعزيز مساهمتهم مستقبلا. عقدت جمعية مهنيي الصحة العامة مؤتمرها الثاني اليوم 30 من يناير في أسمرة،
وقال رئيس الجمعية الدكتور زر بروختس فماريام إنه حسب دستور الجمعية كان من المفترض عقد المؤتمر كل عامين، إلا أنه تم تأجيله بسبب الإجراءات المتخذة لمنع انتشار مرض كورونا. وقدم في المؤتمر تقرير الأنشطة المالية بالإضافة إلى توضيح أنشطة التنمية قدرة الأعضاء. وقدم المجتمعون بعد المناقشات توصيات لإنشاء أرضية تفاكرية مستمرة للأعضاء وتشجيع الدراسات البحثية وتعزيز الأنشطة التي تعزز القدرة الاقتصادية للجمعية وتعزيز مبادرات التدريب. وقدم رئيس المركز الوطني لرصد الآثار الجانبية للأدوية الدكتور مولجيتا رؤسوم شرحا مفصلا نيابة عن لجنة الانتخابات حول عملية الانتخابات، وذكر الأعضاء بفهم فوائد ومسؤوليات الانضمام إلى الجمعية. وانتخب المؤتمرون لجنة تنفيذية للعمل على مدى العامين المقبلين. وأوضح رئيس الجمعية الدكتور زر بروختس فماريام لوكالة إرينا أن أحد الأهداف الرئيسية للجمعية هو خدمة المجتمع بأعلى مستوى من الخدمات الصحية. تضم جمعية مهنية الصحة العامة التي تأسست عام 2017 وتنشط تحت إشراف وزارة الصحة، تضم 300 عضو. عقد فرع الجبهة الشعبية الديمقراطية والعدالة في ألمانيا مؤتمره الثاني في مدينة فرانكفورت يوم 25 من يناير. وأوضح رئيس الفرع السيد يوهانس مبرهاتو في المؤتمر الذي شارك فيه ممثلو 20 فروعا مصغرة بأن المؤتمرات التي كانت تجري على مستوى الفروع المصغرة في 30 سنة الماضية تقرر القيام بها على مستوى ألمانيا قبل عامين، داعيا المؤتمرين إلى التقييم الجاد لكل جوانب المرحلة الراهنة. وقال القائم بأعمال السفارة الإريترية في ألمانيا السيد يوهانس والدو إن المؤتمر يعتبر استثنائيا لانعقاده بعد المؤتمر الدولي الناجح للدراسات الإريترية في أسمرة. من جانبه ذكر مسؤول الشؤون العامة والمجتمعية السيد كحساي التولدي أن الأعضاء عامة والهيئات الإدارية خاصة ينتظرهم عمل متفاني لإبراز القوة غير المادية الوطنية والوحدة والكفاءة التي تتميز بها الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة. وبعد مناقشة تقرير الأنشطة السياسية والتنظيمية للفروع الذي قدمته اللجنة الإدارية، انتخب المنتدبون لجنة إدارية جديدة لمدة عامين. هذا وألقيت في المؤتمر كلمات تضامنية لممثلي الاتحاد الوطني للمرأة الإريترية والجاليات. من جهة أخرى عقدت تنظيمات الجبهة الشعبية الديمقراطية والعدالة في الرياض والدمام بالمملكة العربية السعودية، وهي تنظيمات شباب الجبهة الشعبية الديمقراطية والعدالة والاتحاد الوطني للمرأة الإريترية، عقدت اجتماعاتها التقييمية السنوية يوم 20 من يناير في الرياض. في غضون ذلك قدم السيد تخلة سنبت شرحا بالفيديو الافتراضي للقائمين على التنظيمات الوطنية حول إجراءات وإرشادات الخدمة القنصلية. تبذل الجهود في مديرية تسنية للتوعية بأساليب الوقاية من الإصابة بالأمراض غير المعدية وعواقبها. وأوضح خبير متابعة الأمراض غير المعدية في مستشفى تسنية السيد يوناس تكي وجود نحو 3000 مريض في المديرية، وأنهم يركزون على أمراض السكري وضغط الدم وأمراض القلب. وقال إنه يمكن السيطرة على الأمراض غير المعدية عن طريق إجراء تغييرات في نمط الحياة والسلوك وممارسة الرياضة بانتظام وتناول نظام غذائي متوازن وتجنب المكيفات والكحول وتناول الأدوية الموصوفة في الوقت المحدد. وأضاف أن المواطنين في الفئة العمرية 40 عاما يجب أن يخضعوا لفحوصات مرتين سنويا للتأكد من حالتهم الصحية، مشيرا إلى وجود برنامج للقيام بدراسات للتعرف على الأمراض غير المعدية. ودعا المرضى إلى الاستفادة من الفرص القائمة حيث يتم تقديم خدمات الفحص والعلاج المجانية للمواطنين المصابين بالأمراض غير المعدية. مشاهدنا فاصل قصير من ثم نعود لنوافيكم بالأنباء على الصعيد العالمي، فتفضلوا بالبقاء معنا. على الصعيد العالمي انسحبت رسميا 3 دول في غرب أفريقيا تقودها مجالس عسكرية، وهي النيجر ومالي وبوركينا فاسو، من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا إكواس بحسب ما أعلنه التكتل، وذلك في ذروة عملية استمرت عاما حاولت المجموعة خلالها الحيلولة دون تفككها غير المسبوق.
وقالت إيكواس في بيان إن الانسحاب الذي جرى الإعلان عنه أول مرة قبل عام دخل حيز التنفيذ، غير أن المجموعة قالت أيضا إنها قررت إبقاء أبواب إيكواس مفتوحة، حيث طلبت من الدول الأعضاء مواصلة منح الدول الثلاثة امتيازات العضوية بما في ذلك حرية الحركة داخل المنطقة بجواز سفر إيكواس. وبعد وصول المجالس العسكرية الحاكمة في النيجر ومالي وبوركينا فاسو إلى السلطة، أعلنوا أنهم سيغادرون إيكواس وأنشأوا شراكة أمنية خاصة بهم وهي حلف دول الساحل في سبتمبر. وجرى إنشاء إيكواس المؤلفة من 15 دولة في عام 1975 بهدف التشجيع على التعاون والتكامل لرفع مستويات المعيشة لشعوبها والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وتعزيزه. اصطدمت طائرة ركاب تابعة للخطوط الجوية الأمريكية بمروحية بلاك هوك تابعة للجيش الأمريكي، ما أدى إلى تحطمها وسقوطها في نهر بوتوماك المتجمد بالقرب من مطار ريغان الوطني في واشنطن ليلة. وذكرت شبكة CBS نيوز أنه تم انتشال ما لا يقل عن 18 جثة حتى الآن، فيما نقلت CNN عن مصدر قوله إن عمليات البحث عن ناجين باتت أكثر صعوبة. وأكدت الخطوط الجوية الأمريكية أن 64 شخصا كانوا على متن الطائرة، منهم 60 راكبا و4 من أفراد الطاقم. وقال مسؤول أمريكي أن 3 جنود كانوا على متن المروحية. ولم ترد أي معلومات فورية عن سبب التصادم، لكن تم إيقاف حركة الملاحة في المطار إثر الحادث، بينما حلقت مروحيات من وكالات إنفاذ القانون في جميع أنحاء المنطقة فوق مكان الحادث. أعلن شركة صناعة الطائرات الأمريكية بوينغ عن خسائر سنوية قدرها 11,383 مليار دولار لعام 2024، وهي أكبر خسائر سنوية تتكبدها بوينغ منذ عام 2020. وفي نفس الوقت أوضحت صانعة الطائرات أنها قد شهدت خسائر قدرها 3.86 مليار دولار، الربع مدفوعة بتكاليف برامج الدفاع المخيبة للآمال. هذا كما انخفضت إيرادات بوينغ الفصلية بنسبة 31% على أساس سنوي إلى 15.24 مليار دولار، وهو ما جاء دون توقعات المحللين. كما بلغ إجمالي حرق النقد للشركة لهذا العام 14.3 مليار دولار، وهو أعلى بكثير من التدفق النقدي في العام السابق. وعزت بوينغ خسائرها الكبيرة إلى التحديات العديدة التي تواجهها أقسامها التجارية والدفاعية، بجانب تأثير نتائج الشركة للإضراب الكبير لعمال المصانع على الساحل الغربي. أطلقت شركة تقنيات استكشاف الفضاء الأمريكية سبيس إكس 21 قمرا صناعيا من طراز ستارلينك إلى الفضاء بعد 5 أيام من انتهاء رحلة تجريبية لصاروخ ستارشيب العملاق التابع للشركة بانفجار. وأفادت الشركة في بيان بأن صاروخ فالكون 9 الذي يحمل الأقمار الصناعية أطلق من مركز كندي الفضائي التابع لوكالة ناسا في فلوريدا، موضحة أن الصاروخ حمل الأقمار الصناعية إلى مدار أرضي منخفض بعد حوالي 65 دقيقة من إقلاعه. وأبرزت أن المرحلة الأولى من الصاروخ عادت إلى الأرض بنجاح بعد حوالي 8 دقائق من الإقلاع، وهبطت على متن طائرة بدون طيار لشركة سبيس إكس كانت متمركزة في المحيط الأطلسي. وتعد عملية الإطلاق والهبوط هي الثامنة لهذا الصاروخ المعزز، وكانت 4 من هذه الرحلات عبارة عن مهام لستارلينك. مشاهدينا في كل مكان، نختم نشرة هذا المساء بالتذكير بأهم وأبرز العناوين. فخامة الرئيس إسياس أفورقي يستقبل رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد. وزارة الإعلام تقيم نشاطاتها السنوية وتبحث خطط العمل الجديدة.
جمعية مهنيي الصحة العامة تعقد مؤتمرها الثاني. بوركينا فاسو ومالي والنيجر تنسحب رسميا من الإكواس. تحطم طائرة ركاب بعد اصطدامها بمروحية عسكرية في واشنطن. وبوينغ تعلن عن أكبر خسائر سنوية في 4 أعوام. سادة السيدات، هكذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية نشرتنا لهذه الفترة المسائية. هذه تحيات الفريق العام، والسلام عليكم.